كنشكركم على هذا الحضور ديالكم. هذا المشكل اخويا اللي تنعيشوا حنا وعائلتنا في الرباط، حنا والاطفال ديالنا مع هذا السيد هذا السيد اللي هو من تازا، وديما تيمتحن لنا، تيجي بان تيقول لك هذه الارض ديالي. وهذه الارض حنايا جدودنا الله يرحمهم عاشوا فيها، وكانت مصدر العيش ديالهم منها. من بعد والدينا كاين اللي ماتوا الوالدين ديالو الله يرحمهم، من بعد انا الوالد ديالي توفى الله يرحمه، وداز معاه في المحكمه حاكمه لصالحه في 2002 بالبراءه، ولا تيحول من حكم لحكم وتيتحايل على العداله باش بغى يفك لنا هذه الارض باي وسيله. هذا السيد عنده نفوذ وتيمارسهم علينا حنايا كاينه ما عرفتش شحال من كاينه العائلات هنايا. هاد الدار هذه فيها 6 العائلات، الدار الاخرى عائله، الدار الاخرى اللي فيها 7 العائلات، الدار اللي حداها كاين هنايا 7 الديور كلهم مبنيين. كاين اللي عندهم البلان، كاين اللي بني عادي اللي وفقوا الله راه تيبني بالرخاص وبالمسائل ديالو، اللي ما وفقوش الله راه كاين بني عادي. عندنا الفلاحه فيها تنتفلحوا فيها، ملي كانوا الجدود ديالنا خلاو الفلاحه تبعوها والدينا، من بعد تبعنا الاطفال ديالنا، بان من بعد قال لك هذه الارض هذه عندها مطلب، وهذا المطلب تنشوفوه هو تيقول بان هاز عليه 45 مليون ديال الديون من البنك الشعبي، وعنده المسانده. حنا كدراو شحال مره بغينا نمشيو نتسلفوا واحد القدر، واحد المبلغ صغير باش نخدموا، ما لقيناش اللي يساعدنا. وما فهمتش انا هذا السيد اللي بان مطلب تيقول بانه هو مطلب ومشى شد عليه هذا المبلغ عطاوه له، يعني عنده النفوذ ديالو اللي تيعاونوه، وحاليا تيعاونوه. دابا تنطلبوا من السلطه المحليه ومن الداخليه هي تنصفنا في هذه الارض اللي حنا ديالنا تنعيشوا بها وتستغلوها، وما يمكنش لينا نحيدوا منها باي وجهه. وشكرا. سيدي هذا السيد دائما حتى يهددنا حنا وليداتنا، ودائما داير فينا الرعب، وتيدعي بان هذه البلاد ديالو. انا كزوجه 30 عام وانا هنا تنعرف هذه البلاد ديالنا تيتفلحوها العائلات ديالنا. شيخي الله يرحمه وعجوزتي اللي هي متراجلي مزوجه هنايا، بنتها الكبيره عندها 58 عام في عمرها، وهذا السيد عاد تيجي تيقول لك هذه البلاد ديالي. وحنا هذا السيد هو تازي وحنايا هنا توازير، اش من علاقه عنده بالارض تاع التوازير؟ هو ودائما تيدعي هو عنده السلطه والنفوذ، والتزوير تيزور مع كيبغى. حنا ما عندنا حتى حاجه، عندنا الله سبحانه وتعالى، ما تنعرفوا حتى حاجه من غير الله سبحانه وتعالى، هو اللي تنعرفوا. ما عندنا لا سلطه لا نفوذ. دائما هذا السيد تيهددنا وتيجينا دائما في السوق الاسبوعي، دائما يدير 10 شهر ويجي عندنا بالسوق، وتيجي معاه الدرك الملكي وتيخلعنا وحنا وليداتنا. وحنا هاد البلاد ما عمرنا غنخرجوا منها، لانها بلادنا حنايا، وبلادنا رجالتنا، وبلاد شيوخنا القدام وجدودنا الكبار. بحال دابا هاد السيد عنده 90 عام، وهاد الراجل عاد تيدعي بان هاد البلاد ديالو. اين عام كانت هاد البلاد ديالو؟ تطلبوا منكم تنصفونا ويبعد منا هاد السيد، وحنا راه ما عمرنا ما غنخرجوا منها. عاش الملك، عاش الملك، عاش محمد السادس. نعرفوا الله الوطن الملك، هادشي اللي تنعرفوا حنا، الله الوطن والملك. عاش محمد السادس، عاش الملك. بغينا حقنا ونقصوا له شي شويه، مازال ما بغيناش اكثر من حقنا حنا. الا عندنا حقنا ناخذ، ما عندناش ما بغيناش. هاد السيد لا الا شرا يوري المعدن نشرا، الا كان ورث يوري المعدن ورث. لا اله الا الله محمد رسول الله. هو ماشي ولد البلاد، ماشي ولد البلاد، هو راه ولد تازا، هو ولد تازا. وتدعينا تيديرنا الترامي. واش حنا مرابين؟ واش هاد الدار مولاها مرامي؟ بغيت نعرف هذه القضيه هذه. الا كان مرامين اخويا علاش عطيتونا الوثائق من القياده؟ الدار هي هذيك، هي هذه الدار خويا، هي وما دارش كلشي. كل مره كيعيط لواحد للمحكمه، كل واحد كيدير يعيط يدير يجيب معاه جدرميه وكيدي مع واحد للمحكمه ولا جوج. لا اله الا الله محمد رسول الله. اللهم ان هذا منكر. ما فهمناش احنا اش من عصر هذا؟ فين هي الحريه؟ فين هي الديمقراطيه؟ فين هو العيش الكريم؟ حنايا طالبين غير العيش الكريم، ما لقيناش. اخر مطاف يعني يجي واحد يبغي يهجج، يعني ماشي ساكنه وحده، الساكنه راه عامه تنهضر لك، راه كاينه يعني قبيله هذه بغى يحرمها شخص واحد. علاش بغينا نعرفوا فين هي الحريه؟ فين هي الديمقراطيه؟ وكنصر نقول عاش الملك، يعني صاحب جلاله بغى له هذا الخبر كاع اي واحد يبارطاجي
باش يوصل ونحذفوا هاد العنصريه، هاد اللوبيات. دابا هو هاد السيد اللي بغا يدير لكم الارض ديالكم، هاد الارض ديالنا هذا هو مصدر العيش ديالنا هنا فين كبرنا. يعني جدودنا كانوا هنا، جدودنا تيقول لك من ايام الاستعمار حنايا هنايا. اخر مطاف تنكتشفوا تقريبا هذه 24 سنه. يعني جات في 2002 حكمتنا المحكمه في صالحنا بالبراءه، كان داير فيها 9 الإقطارات. من بعد غاب، تيمشي تيغيب، عاوتاني تيقلب على شي مانيره اخرى. جا عاوتاني مؤخرا داير مطلب فيه 7 الإقطارات و7 اير. يعني تيقول كل نوبه كي يفاجئك بشي حاجه. يعني ما خليناش نستقروا، ديما دايرنا يعني معيشنا في رعب، الساكنه كامله عايشه في رعب. هو عنده شي قرار ولا ما عندوش؟ عنده قرار ديال تيقول لك انا هذا مطلب، انا هذه الارض شاريها، بغينا نعرفوا مين شاريها. يعني هو علاش من تنطلعوا على هذاك القرار اللي عنده، هذوك اللي شاري منهم يعني كاين اللي وحده تنسولوا عليها تلقاوها ميته تقريبا شي 50 عام، هو مسيني معها في جامعه بوشفاعه. علاش هو احنا في اقليم قنيطره، هو رئيس كجامعه بوشفاعه، جابوا لهنايا، وعلاش كدي هذوك كتسيني معاهم تما كناس؟ واش هنايا ما كايناش هو ما سناش معاهم سيدي يحيى؟ ما سيناش، كلشي سيني معاهم اللي في مدينه اخرى؟ في مدينه تازه. في تازه. وهذا السيد علي مزازي يعني كرئيس جامعه بوشفاعه. يعني احنا ما بقينا فاهمين والو. استغل النفوذ ديالو، كيستغل النفوذ ديالو كرجل سياسي، والحق كله تنشوفوه غير معاه هو. اما الدرويش راه ما بقاش يعيش. هادشي اللي كنطالبوا بصاحب الجلاله والناس المسؤولين يلتفتوا في هذا تنطالبوا بتفتح ملف ويكون تحقيق وتكون متابعه. كنطالبوا باش تفتح تحقيق في هذه النازله هذه، ويكون عندنا انصاف لصالحنا. هذا الشيء اللي كنطلبوا، ما كنطلبوش شي حاجه اكثر منه، حقنا ونقص منه. الماشي ديالو